كان يوم جميل. ماما في المطبخ بتحضر الغدا. ريحة الأكل كانت مالية البيت. وفجأة: ماما، عايز موزة حالاً. ماما رفعت راسها وقالت وهي بتحرك الأكل: ثانية يا حبيبي، خليني أخلص وأجيبها لك. لأ، دلوقتي يا ماما. ماما كانت مشغولة وتعبانة. صوت أدهم العالي خلاها تتنرفز، وقالت بعصبية خفيفة: يا آدم، استنى شوية، مش كل حاجة لازم تحصل في نفس اللحظة. آدم وشه زعل وقعد على الكنبة مكشر، وماما لما شافته كده حست إنها زعلته. استنت شوية وبعدين راحت له بهدوء وقالت: يا حبيبي، أنا عارفة إنك كنت جعان، بس لما تطلب حاجة وتصر تصرخ عشانها دلوقتي أنا بتعصب ومش بعرف أساعدك بسرعة. طب أعمل إيه لما أكون عايز حاجة قوي يا ماما؟ تطلبها بهدوء وتقول: ماما، لما تخلصي ممكن تجيبيها لي؟ وساعتها نقعد نعد سوا لحد ما أجيبها لك، ماشي؟ أعد زي الساعة: 1 2 3. ومن اليوم ده بقى آدم لما يطلب حاجة يقولها بهدوء ويعد بهدوء، وماما تبصله وتبتسم وتقول: برافو يا آدم، كده أنا فخورة بيك جدا. العيال ساعات بيطلبوا الحاجة في نفس اللحظة، مش علشان عناد، لأ، علشان لسه ما يعرفوش يعني إيه استنى.